وده فيديو ريفيو للجوجل بيكسل 6 برو. بس في الاستخدام وانا بتاعها كتير بيوصل ل 860. السماعات هنا السماعات من الحاجات اللي كمان مش عجباني في تقريبا كان بيديني من 4 ساعات التليفون الاساسي. السنه اللي فاتت انا جربت البيكسل 6 برو وكان فيه عيوب ومشاكل كتير، وانا كنت شايف فيه 10 نقط كانوا محتاجين يتحسنوا. تفتكروا بعد استخدام شهرين للبيكسل 7 برو هل المشاكل دي اتحسنت ولا لا؟ وده اللي هنشوفه في الفيديو النهارده. الاول تعالوا نتكلم عن ايه الحاجات اللي اتغيرت في البيكسل 7 برو قبل ما نتكلم عن ال10 نقط. التصميم بتاع التليفون هو بس ابعاده اتغيرت. التليفون بقى اقصر واعرض حاجه بسيطه، لكن هم حافظوا على نفس حجم الشاشه. شكل الكاميرات اللي بقى مختلف، وده عشان الفريم المعدن اللي حواليها. وبما ان الكاميرا اكتر حاجه هتبان حتى لو حاطط جراب، فدي هتميزه جدا عن ال6 برو. بس خلي بالكم اللي استخدم التليفون من غير جراب، الفريم المعدن ده بيتجرح بسرعه جدا. اما الكاميرات نفسها ما اتغيرتش، بس اللي اتغير فيها انك تقدر تصور من السنسور الوايد 2 اوبتيكال زوم زي الايفون 14 برو، والكاميرا التليفوتو بقت بتصور 5 اوبتيكال زوم بدل 4، وفي تصوير الفيديو بقى بيصور فيديوهات 4K HDR، لكن جودتها هنتكلم عنها بعدين. ومنفذ اليو اس بي سي دلوقتي بقى 3.2 بدل 3.1. ودلوقتي تعالوا نبتدي بقى بال10 نقط. بس في الاستخدام وانا بتصفح كتير وانا بسكرول بسرعه، بلاقي ان التليفون بيعلق ما بين ال60 وال120، مش بيبدل بسرعه ما بينهم. التعليق في سرعه تردد الشاشه فعلا اتحسن، وما افتكرش ان واجهتني معاه اي مشكله، وانا بستخدم التليفون دلوقتي لمده شهرين بشكل يومي، وفعلا كانت تجربه سلسه جدا. والشاشه هنا السطوع بتاعها حلو، بيوصل ل 860 نتس، مش اعلى من الشاشات الفلاج شيب اللي موجوده اللي بتعدي ل 1000 نتس. السطوع هنا اتحسن بشكل كبير، وسطوع الشاشه بقى بيوصل ل 1500 نتس. واستخدام التليفون تحت الشمس ما كانش فيه اي مشكله، وبشوف الشاشه بكل وضوح. الفكره في السماعات هنا السماعات اللي تحت صوتها اعلى بكتير جدا من سماعات الودن اللي فوق. السماعات هنا تعتبر اتحسنت لكن مش بشكل كافي. السماعات صوتها بقى اعلى، لكن التوازن ما بين السماعات اللي فوق واللي تحت بقى احسن شويه، لكن مش متساوي زي بقيه التليفونات. وطبعا هنا برضو مفيش الصوت المحيطي، وكمان ما بيدعمش خاصيه الدولبي اتموس. فهنا التليفون فيه البلوتوث 5.2، يعني اجدد واحسن نظام بلوتوث موجود دلوقتي. بس للاسف بيواجهني كتير جدا في تاخير في الصوت ما بين الحاجه اللي انا بسمعها والحاجه اللي انا بشوفها. التاخير في البلوتوث هنا ما حصلتش معايا غير مره او مرتين بس في الشهرين اللي انا استخدمته فيه، على عكس السنه اللي فاتت كان بتحصل معايا كل مره بستخدم فيها التليفون. لكن اللي انا لاحظته ان صوت التليفون بيفصل عن سماعه العربيه مره واحده وهو شغال، لكن لما بقى في الحاجه اللي شغاله وارجع اشغلها تاني بيشتغل من غير اي مشاكل. بس دي حاجه ما حصلتش معايا مع اي تليفون تاني. الحاجات اللي كمان مش عجباني في التليفون هو قارئ البصمه اللي تحت الشاشه. السنسور اللي هنا بطيء، مش اسرع حاجه. ونظام الباسكود هنا هو اغبى نظام جربته، لان مش بس بضطر ادخله، انا لازم ادوس على زرار الانتر. قارئ البصمه هنا هو لسه اوبتيكال، لكن الاداء بتاعه بالنسبه لي اتحسن. هو مش اسرع ولا احسن تليفون، لكن ما بقاش يواجهني معاه مشاكل، ومش بيعلق، وتعتبر نسبيا سريعه. بس اللي لسه ما اتغيرش انك لازم تدوس انتر لما تيجي تدخل الباسكود، ويمكن دي اكتر حاجه بتفصلني في استخدام التليفون. الفكره انها حاجه ممكن تبان بسيطه، لكن لما بتحصل في وقت انت مستعجل فيه او مثلا سايق، فانت ما عندكش الوقت ان انت تتاخر التاخير ده، او يبقى خطوه قبل ما تستخدم تليفونك انت بغنى عنه. يعني تقريبا كان بيديني من 4 ساعات ل 4 ساعات ونص استخدام على التليفون. وفي الاختبار بتاعي جيمنج لمده ساعه متواصل، التليفون هنا نقص 19%. البطاريه هنا اتحسنت بشكل كبير، والتليفون بقى بيقعد معايا لحد 7 ساعات استخدام. يعني مش بس هيكفيك اليوم، انا في الايام اللي استخدامي فيها مش تقيل التليفون كان بيقعد معايا اكتر من يوم ونص. لكن في الجيمنج الموضوع مختلف شويه. انا في اختبار الجيمنج لمده ساعه متواصل، انا كنت بادئ الاختبار والبطاريه 100%، بعد 10 دقائق نزلت ل 97%، وبعد ساعه متواصل البطاريه نزلت ل 79%. وده اسوأ رقم من التليفونات اللي انا جربتها السنه دي. وكمان حرارته قبل الاختبار كانت 24 درجه مئويه، وبعد ساعه متواصل درجه حرارته طلعت ل 40 درجه مئويه. ودي كمان كانت اعلى درجه حراره انا سجلتها في كل التليفونات اللي انا جربتها في 2022. لكن استخدامه نفسه في خلال الساعة وأداؤه كان ممتاز، وما حصلش أي تعليق أو دروب فريم، لكن كنت حاسس بحرارة التليفون وأنا ماسكه في إيدي. فالتليفون أداؤه وبطاريته كويسين جدا وتحسنوا عن السنة اللي فاتت. لكن لو أنت الجيمنج جزء أساسي من يومك، وخصوصا اللعب التقيلة، فالبيكسل مش احسن اختيار ليه. التليفون الاساسيه في الاداء هي السوفت وير، لان السوفت وير فيه مشاكل كتير جدا وفيه باجز كتير، من اول جوجل اساسا اللي بتشتغل كتير جدا لوحدها، وكمان الاوتو روتيت هنا ساعات بيبطئ وساعات بيلف التليفون مع نفسه. بشكل عام انا واجهتني مشاكل اقل بكتير في السوفت وير، والتليفون مديني تجربه كويسه جدا ومستمتع وانا بستخدمه.
مساعدة جوجل لسه بتشتغل لوحدها بس بشكل اقل بكتير. الاوتو روتيت هنا لسه بيهيس، بس انا عن نفسي انا قفلت الاوتو روتيت لان في معظم الاوقات ما بحتاجش ان انا الف التليفون غير وانا بتفرج على فيديو. بس اللي ما عجبنيش فيه هو تصوير البورتريه، لان مش دايما بتطلع صور حلوه، وده يرجع لانهم للاسف مش بيستخدموا الكاميرا الممتازه بتاعه الزوم. تصوير البورتريه هي اكتر حاجه محبطه في التليفون، لانك ممكن تصور صور عاديه بالكاميرا التليفوتو والاتنين زوم وهيبقى في عزل طبيعي للخلفيه، فعلا سيئه جدا خصوصا في وضع الكروب. يمكن النتيجه بتبقى احسن شويه في الصور البورتريه بالكاميرا الوايد، لكن تصوير البورتريه عشان يبقى حلو محتاج عدسه زوم، وكمان عشان عزل الخلفيه يبان طبيعي اكتر. ده غير ان الكاميرا التليفوتو بتاعت التليفون ادائها روعه في الصور، وعزل الخلفيه طبيعي في الصور، بس للاسف هم مش مستخدمينها. بس زي ما شفنا في الفيديو مقارنه الكاميرات، اللون الاحمر كان صعب عليه ان هو يجيبه صح. زي ما قلت في اول الفيديو ان التليفون اخيرا بقى بيصور فيديوهات 4K HDR، وانا كنت فاكر خلاص جه بقى اللي هينافس الفيديوهات بتاعه الايفون، لكن للاسف اداؤه سيء جدا، والصوره ملسوعه، والدايناميك رينج فيه سيئه، تحسها صوره فلات. الاماكن اللي فيها ظل يا اما غامقه جدا يا اما مفيش ظل باين فيها من كتر ما الصوره متفتحه. اما بالنسبه للون الاحمر ولون بشرتي فهم سيئين جدا. في الاضاءه الضعيفه تصوير الفيديو مش احسن حاجه، بيبقى فيه نويز كتير في بعض الظروف، حتى الظروف اللي ما فيهاش نويز بيكون تصوير الفيديو بالكاميرا الزوم سيئه جدا. تصوير الفيديو في الاضاءه الضعيفه للاسف هو كمان ما اتحسنش، الصوره فيها نويز كتير ومتنعمه وباهته، وطبعا تقدروا تشوفوا التفاصيل كلها بتاعه الكاميرات التليفون في تصوير الصور والفيديو بالتفصيل في مقارنه الكاميرات اللي عملتها، وهسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. وفي النهايه احب اقول ان انا استمتعت جدا وانا بستخدم التليفون لمده شهرين على عكس ال6 برو، وما عنديش اي مشكله ان افضل استخدمه كتليفون الاساسي، ما عدا بس هي النقطه بتاعه تصوير الفيديو. هل انا انصح بيه ولا لا؟ انا انصح بالتليفون، بس تبقى عارف ايه نقط الضعف بتاعته، اللي هي الجيمنج مثلا، ان هو بيسخن وبيستهلك بطاريه اكتر في الجيمنج، ونقطه الضعف التانية اللي هي تصوير الفيديو. لو ما عندكش مشكله مع دول فانت هات التليفون، لكن انا شايف بقى ان هو قيمه احسن منه هو البيكسل 7، لان الفروقات ما بينهم مش كتير على فرق السعر الكبير ما بينهم، لكن ده برضه يرجع على حسب سعر التليفون عندك في بلدك، لان سعر التليفون بيختلف من كل بلد للتانية. هنا مثلا فرق السعر ما بين ال7 برو وال7 ما كانش كبير، فطبيعي هات ال7 برو، وخصوصا ان في كاميرا التليفوتو كاميرا عظيمه من احلى كاميرات التليفوتو اللي انا شفتها. فعشان كده لو انت بتفكر تجيب البيكسل، شوف فرق السعر ما بين ال7 وال7 برو، وشوف ايه المناسب بالنسبه لك وهات، وهتاخد تجربه ممتعه جدا. ولو عندكم اي استفسارات او تعليقات سيبوها لي تحت في الكومنتس. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وسبسكرايب عشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجايه. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.